والهايبرات والترابيزه اللي جنبنا كبيره جدا، وقاعدين عاملين حاجه انا بكرهها جدا وبكره يعني وطول عمري واخد كورنر واخد ما اعرفش ايه اللي حصل لنا يوميها. جاز الاكل كان حلو. لا حاجه ثانيه يا دكتور، ان احنا شفنا فجاه شاب داخل، فجاه لقينا المكان كله قام عارفينه. فانا بسال دكتور هو حضرتك عارفه؟ هو ده عرفنا اسمه من الويتر اللي موجود. بعت لولادي الاسم قالوا لي عارفينه، ده نجم السوشيال ميديا. كمل نجم السوشيال ميديا. بس انا شايف قدام العيال هم معلش احنا بنسميهم ضايعين، واحنا بننفر منهم وبنهرب منهم، ولاول مره احس ان انا غلطان. دي فئه موجوده وكبيره جدا جدا. ولما سالتهم يعني مين الشاب ده، جالي حد اسمه عمر دندي، قالوا لي ده نجم السوشيال ميديا. ايه يعني ايه نجم؟ بيعمل ايه يعني؟ شاب عنده 19 سنه، ولقيت ولد مؤدب كده ولطيف، جبته وقعد معاه على الترابيزه، قال لي انا عارفك هو بس عايز اتصور معاك. كمان عارفني؟ طب يا عم النجم انت النجم، عارفني انا ازاي؟ وانت اصلا مجالك حاجه ثانيه خالص. ده طلع بيعمل فيديوهات على تيك توك وفيديوهات على السوشيال ميديا، وعامل على الفيسبوك 20 مليون مشاهده، وعلى التيك توك 30 مليون مشاهده، وعلى اليوتيوب وعلى انستجرام. جبناه بقى. تعالى احنا عايزين نشوف فيه ايه يعني. احنا مش عايشين، احنا ازاي مغيبين كلنا عن الفئه دي؟ طب انت بتعمل ايه؟ قال لي والله انا بعمل فيديوهات. طب شكلها ايه؟ اكيد انت بتعمل حاجه مش مظبوطه. قال لي والله انا بيطلع معايا حد كده وبنقعد نهرج ونعمل حاجات افيهات، فيها الفاظ وفيها ابتذال ومعرفش ايه، بس ده اللي بيعجب الشباب وبيخلي الشباب. طب ما هو قلت لنفسي هي فيها، هو ده موجود غصب عني، شئت ام لم نشأ. فئه كبيره ولازم نتفق معاها. قلت له طب يا عمر، هو انت يعني هتفضل مبسوط ان انت بتعمل حاجات فيها ابتذال؟ قال لي لا والله انا ما بقولش ده اللي معايا، بس بيعجب الشباب، بس انا والله بدات احسن. هو ما بدا يبقى لي مشاهدين بدات برضه اهدى. قلت له طب يا عمر انت بتكسب كام من اليوتيوب؟ انا مش هقول الرقم عشان عمر معانا هنا على فكره، وده يعني انا تجرأت وعملتها مفاجاه ان اجيب عمر. تعالى روح. لا عايزين تحيه كبيره جدا. تحيه كبيره على فكره عمر. 50% من دخلك يا عمر لو بتطلع من مصر ولا ما بتطلعش. عمر امبارح انا بالصدفه، انا عمري في حياتي ما شفت فيديو على يعني لايف على الانستجرام. لقيت عمر امبارح يعني بعد ما كنت شفت الفيديوهات القديمه بتاعته يعني بين قوسين تافهه، امبارح لقيته عامل لايف مع شباب. طبعا معالي الوزير. خليني اكمل يا عمر. ازيك يا عمر؟ ازيك يا عمر؟ لقيته امبارح عامل لايف محدش قال له عليه على فكره، بيكلم الشباب ازيكم يعني بمنتهى الادب بمنتهى الاخلاق، وطبعا بينبذ الشباب اللي كانوا بيردوا باسلوب مش كويس، وده على غير عادته عشان انا شفت قبل كده طبعا الفيديوهات بتاعته. اول حاجه قال لهم يا شباب تعالوا نتبنى المبادره اللي عاملها سياده الوزير، اللي بين قوسين ما كانش عارف. ممكن تشغل الفيديو اللي اتعمل ده سعاد الوزير وعمل مشاهدات قد كده. شكرا عمر، بجد شكرا من قلبي. هنشغل الفيديو بتاعه لمده دقيقتين ونشوف عمر عمل ايه، وخد شباب مبتذل واداه فين، وهو نفسه بقى ايه، وبقى عمر بجد بيدي رساله. عمر بقى بيدي رساله حتى لو مش ده اللي بيعمله، بس في الاخر بقى بيدي رساله ايجابيه. ده فيديو عمله ونزله، الفيديو ده عمل حوالي دخل في مليون مشاهده مثلا. هو مش هيبان قوي بس ممكن نعلي الصوت ونشغله. ده بعد ما كلمنا عمر في المطعم، هو طلع وقف على كوبري الساحل وراح عامل الفيديو ده 30 ثانيه الصوت لوحده من غير ما حد يقول له. هو حس ان في حاجه حصلت. الصوت يا دكتور محمد فوق. الصراحه مش عارف اتكلم، انا ما ذاكرتش. مش محتاج تذاكر. طيب هو في الفيديو ده وقف وقال يا جماعه بصوا الحلاوه، بصوا السيسي عامل لنا ايه، بصوا كوبري الساحل. دلوقتي احنا دلوقتي على كوبري الساحل. بصوا يعني في عمال ماشيه رايحه وجايه، بس الطريق ايه يعني ما جاش. استغفر الله العظيم يا رب. بصوا بقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل لنا ايه؟ على الطلاق بيعمل لنا شويه حاجات حلوه، بس الناس ما بتشوفش الكلام ده. بصوا يا جدعان الكوبري الجديد عامل ازاي والحلاوه، ده احسن من بيتنا. يا لهوي ايه الحلاوه دي؟ يا خراب بيت ابويا يا جدعان. ايه ده؟ حد يقول لي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه؟ دلوقتي يا جدعان انا
جاي بتكلم في حاجه مهمه جدا، انا ولا اقول لك اعمل لايك ولا اشوف الفيديو ده اعمل كومنت ولا اي حاجه ولا شيء ولا الكلام ده كله. دلوقتي يا جدعان احنا الوزير الشباب والرياضه عامل حاجه اسمها ليله التعصب، ليله التعصب دي انا شفتها عجبتني قوي. عجبتني من ناحيه ايه؟ شوفوا يا جدعان دلوقتي المنتشره عامله ازاي وشوفوا المنتشره زمان عامله ازاي. الاول يا جدعان كان في روح، كانت الناس بتنزل وتروح وتيجي وكان اعلام بقى والناس تقعد في المدرجات تتفرج وكان الروح كانت حلوه. دلوقتي شوف كده المنتشر الناس بتلعب والمدرجات فاضيه، مفيش مش عارف فين الناس اصلا، مفيش حد. فانا دلوقتي يا جدعان بقول لكم ان احنا عاملين حاجه اسمها ليله التعصب، يعني انت اقعد اتفرج في الماتش واقعد خليك جميل، يعني ما عادي، مش قصه اللي انت تقعد لازم تشتم ولازم تشد مع دوت ولازم تخانق مع دوت. يعني احنا كلنا في الاول وفي الاخر اهلي او زمالك كلنا اخوات وكلنا يعني مصريين، مش حوار. فانا من رايي اللي احنا عايزين النوادي ترجع زي الاول ونرجع زي الاول نتفرج على الماتشات ونقعد في المدرجات والحياه تبقى ده اللي انا عايزه. ويا رب كل سنه وانتم شكرا. مجرد الاحتواء زي ما بيحصل معانا النهارده من معالي وزير الشباب والرياضه بيغير حتى اي مستوى. يعني اذا كنتوا انتم مستواكم مؤهل وعلى مستوى علمي وعلم وتعلم معين، فانتم النهارده حاسين بالاحتواء بشكل كبير جدا. عمر بعد ما قعد معانا وانا والدكتوره دليله والاستاذه غاده واتكلمنا على مستوى واحد، فاجئت بالفيديو بتاع الرئيس السيسي. جالنا تاني يوم المكتب قلت له انت تقدر تبقى فعلا سفير شبابك وتقدر تستغل اللي انت فيه ده حتى لو مش هتغيره، بس تقدر في نهايه كل فيديو تحط رساله. الرساله دي لا للتعصب، بلاش نتحرش، بلاش مخدرات، بلاش نشرب سجاير. وكده كده بيشوفوا الفيديو بتاعك بس بيكملوه للاخر. بصراحة يعني مثلا لو كنت عملت حاجة وحشة بلاقي حضرتك في ناس بتمشي معاك في الوحش، عملت حاجة حلوة بلاقي الناس برضك حضرتك بتمشي معاك في الحلو. أنا مش عارف والله، ما عارف أستغرب، مش عارف أمشي في الحلو ولا أمشي في الوحش. يا عبد الفارية. شكرا والله، أنا فرحان طبعا مع حضرتك، وبشكر أستاذة دليلة وبشكر أستاذ وائل، وفرحان والله أنا معاك. زي ما قلت لي كده احنا ما بنشربش سجاير، انا ما بعملش احنا اتفقنا مع عمر اتفقنا اسبوعيا في فيديوهين هينزلوا برسائل في وسط الفيديوهات بتاعته اللي بتعمل كل اسبوع 10 مليون 15 مليون مشاهده. هينزل ان شاء الله في فيديوهين كل اسبوع يحط رساله بالشكل ده، ايا كانت الرساله هي ايه، هي رساله ايجابيه بس دي فئه لو احنا اهتمينا بيها. وعمر في منهم حوالي مش اقل من 50-60 الف يوتيوبر موجودين بنفس الشكل على فكره وبنفس المنتاليتي وبنفس كل حاجه. لو احتويناهم بنفس الطريقه وجبناهم نستفيد بيهم هم هيغيروا فئه بجد احنا مش قادرين نوصل لها. شكرا يا عمر. عمر احنا هنديك عجله هديه من دراجه صحتك. ما سمعتش. هنديك هديه من دراجه صحتك. احنا النهارده كنا عاملين مؤتمر صحفي تاخد كبير حاجة. يعني، وفي انا عارف ان انت راجل غني وعندك كتير يعني، بس يعني تقبل مني كده هديه. ماشي، أي حاجة عادي. يا عبد الفارية. هو احنا الفكره دي معالي الوزير احنا هتاخد عجله يا عمر، هتاخد عجله كويسه. في اخر اجتماعنا على فكره مع معالي الوزير كنا بنتكلم على موضوع التصويت طبعا، وعلى موضوع ان احنا يعني نحاول ان احنا نرد على الشائعات، نحاول نعمل ده، وحاول طبعا مجموعه من الشباب اللي كانوا موجودين معانا يعني باختلاف طوائفهم انهم يعملوا صفحات ويعملوا ده. جابوا 1000 2000. طب خشوا على الفيديو اللي هو عمله. انا يعني استاذن كده تيجي مره مع الدكتور وائل او الدكتوره دليله نقعد، لان في عندنا حاجات كتير عايزين يعني نوصل بيها للشباب، لان هو خلاص هي يعني واقع ان حياتنا بقت في الموبايل. حياتنا بقت في الموبايل يعني احنا خلاص المعلومه القرايه يعني هو الموبايل معاك بقى صديقك الشخصي. ويعني لما قالوا يعني فومو ادكتنج يعني المصطلحات الكتيره اللي طلعت ديت، فيعني هنحتاج نعمل حاجات كتير معاك ومع كل اللي زيك الموهوب في استخدام
وسائل التواصل الاجتماعي مع المجلس الوطني ومعاك. ده مشروع يا سيادة يا معالي الوزير، نقدر فعلا نجمع اللي زي عمر، نستفيد بيهم ونفيدهم وهم كمان هيفيدوا بطريقتك وبطبيعتك. بطريقته وبطريقه زي بالظبط ما حضرتك قلت بالظبط. واعتقد فعلا ده هيوصلنا لفئه بجد. انا بعترف قدامكم ان انا كنت غلطان ان انا بنفر منهم طول الوقت، وبجد الموضوع ده بشكر عمر ان هو خلاني اغير نظرتي واتعامل بشكل مختلف. اللي بيديروا يعني هم بيديروا. الدكتوره اتفضلي بس. دكتوره غايده، طب معلش بس بسرعه عشان في لسه حكومات شباب لسه هتكمل. معلش انا هستاذن حضرتك، كانت فرصه كبيره ان انا اشوف عمر النهارده، وكان في مقترح هويدا مشوار مع حضرتك من حكومه جيل الوسط 4، بمثل وزير النقل والمواصلات، والمقترح ممكن يكون ملوش علاقه بالوزاره بتاعتي، بس المقترح ليه علاقه بالشباب، وان انا النهارده في يعني في حضرتهم زي ما بيقولوا، وفي اكبر مكان يحتضن الشباب، وفرصه كبيره ان انا اقول لحضرتك ان انا بقترح مقترح بسيط كده مني، هو لسه يعني تحت الدراسه، ان احنا كشباب موجودين في نموذج محاكاه الدوله المصريه نقدم للشباب اللي زي عمر ونمدلهم ايدينا. يعني انا شفت مقترحات كتير من زمايلي بتخص المنصه الرقميه وان احنا نطلع الدنيا دي لفوق، لكن ده متاح للي زينا، لكن مش متاح لفئه كبيره من الشباب واللي انا جاي اتكلم عنهم النهارده اللي زي عمر. فانا استاذن حضرتك ان احنا من خلال الشباب اللي موجود واتيح ليه ان هو ياخد الفرصه دي او فرص ثانيه او يقدر يطلع اكتر من كده، ان هو يقدم يد العون او المساعده للشباب اللي زي عمر، ونثبت نفسنا ان احنا نقدر نخلي الشباب دول ده برنامج التبادل اللي اتكلم عليه الدكتور يوسف بالظبط بس يا معالي انا الوزير. بقصد بمساعده الوزاره وبمساعده المجتمع المدني، احنا كشباب هننزل لهم ونقدم لهم بمساعده الوزاره، والمقترح ده ليه شكل كده وانا حابه ان انا اقدمه للوزاره ان شاء الله. شكرا جزيلا معاك. شكرا دكتوره غايده. هنكمل مع الحكومات الموجوده وبجد احنا خايفين نكون متقلين عليك معالي الوزير، فلو حضرتك حابب تكتفي بهذا القدر بجد ده شرف لينا وكتير علينا كمان. يبقى نكمل. احنا كنا وقفنا عند شباب 5 مظبوط يا دكتوره دليل. فاضل شباب 6 وشباب محمد علي 7. محمد علي خالد مصطفى